في ناس بتتولد غنية وناس بتتولد قوية، ولكن قلة بيبقى عندهم إرادة. رؤوف غبور واحد منهم. أهلا بيكم، أنا عز الغريب ودي حكايات الغريب. رؤوف غبور شاب من عيلة ميسورة، لكنه ما كانش طفل مدلل، بالعكس كان شايف من صغره إن الفلوس ممكن تروح في لحظة، فقرر إنه يبني كل حاجة بإيده. دخل تجارة، ولكن كان من أول لحظة شغفه في الصناعة. ساب الورق والقراية وقرر إنه يدور على شغل حقيقي في سوق السيارات، واشتغل في البداية في ورشته. إيده اتعلمت تزيت وعقله اتعلم يخطط. في الثمانينات بدأ ياخد وكالات عربيات واحدة ورا التانية، لحد ما جه يوم وقال ليه ما نبقاش احنا المصنع مش بس الوكيل. وهنا بدأ بناية امبراطورية غبور أوتو. صناعة السيارات في مصر كانت متأخرة قوي وقتها، مفيش بنية حقيقية، مفيش تدريب، مفيش ثقة. بس باشمهندس رؤوف كان شايف حلم ان مصر تصنع عربيات، وان كل أسرة يبقى عندها عربية محترمة بسعر في المعقول. جاب ماركات كتيرة جدا وبدأ يبني منظومة توزيع وصيانة وتدريب. وواجهته مشاكل طبعا، الروتين والمنافسة الصينية والدولار، بس كل مرة كان بيقوم. والمؤثر في آخر سنين حياته إن كتب كتاب قال فيه إن النجاح مش في الفلوس ولا في السيارات، النجاح الحقيقي إنك تتغلب على نفسك كل يوم. رؤوف غبور علمنا إن الطريق الصعب هو اللي بيبني رجال حقيقيين. في النهاية شاركني إيه أكتر حاجة بتلهمك في قصص النجاح، وما تنساش في الآخر إن أهم حاجة توفيق ربنا. واستنوني في قصة جديدة من حكايات الغريب.